زي ابن السقا وابن خالد جندي وابن بنت فاتن حمامه. يعني انا كان نفسي طبعا وحاولت والله، بس للاسف يعني كل مسرحياته يعني مسرح قومي تقريبا في الفتره دي كان هو اللي بيمثل فيها من اول ما اتخرج سنه 79 لحد بقى ايه حتى ان توفاه الله يعني الله يرحمه. الله يرحمه. لقطات اللي واخدينها كلها طبيعيه. مساء الخير، معاكم حلقه جديده من بودكاست مش لازم. ايه ده ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده طالع منين؟ عامل ايه يا عود؟ انا الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ انا كله فل والله. خش في الموضوع بقى لا على لا الا طول. الله. خش في الموضوع. استاذ داليا عامل ايه؟ داليا عامل باك فليب. داليا عايزه تكسر الاستوديو عليك. خلي بالك حلقه نار. اهلا وسهلا، والله انا متحمس جدا. عاملين ايه يا ولاد؟ والله انا الحمد لله. الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. انت عامل ايه يا بهاء؟ والله انا تمام. ايه اخبارك يا كعود؟ انا حلو وكله حلو تمام. الحمد احنا لله. بنعمل ايه؟ طب معانا مين النهارده؟ مع ايه تاني؟ ايه عامل ايه علاء يا قعود؟ بقى قدمني بشكل عامل ايه علاء يا قعود؟ ايوه ايه ده بتكلمني؟ ايه ده سوري كنت نايم. يا ممثل أيوة. يا كوميديان. صحيح يا قعود، والله بجد عايز اسال سؤال. انت ليه ما اشتغلتش ابناء عاملين زي ابن السقا وابن خالد جندي وابن بنت فاتن حمامه؟ يعني انا كان نفسي طبعا وحاولت والله، بس للاسف يعني بس للاسف سلام. احلى كلام. احلى ايام دي. احلى ايام دي. لا بس ما عرفتش والله. قدمت بس طبعا انا عشان والدي متوفي من 2001. مين والدك بقى؟ طيب عشان والدي علي قعود. ماشي. هو ممثل منذ قديم الازل، خريج معهد فنون مسرحيه. ممثل بقى مع عادل امام، ممثل في افلام بقى ومسلسلات وحاجات كتير جدا يعني من زمان، ومسارح طبعا. المسرح كان هو من احد الممثلين يعني في المسرح القومي. كل مسرحياته يعني مسرح قومي تقريبا في الفتره دي كان هو اللي بيمثل فيها من اول ما اتخرج سنه 79 لحد بقى ايه حتى ان توفاه الله يعني الله يرحمه. الله يرحمه. بس فحاولت والله اقدم في المسرح، بس يعني انا كنت بمثل مسرح جامعه وخدت ورش طبعا والكلام ده كله، بس للاسف لم يحالفني الحظ. وانا برضو انت عارف بقى يعني خلاص بقى. بس فاتجهت بقى للستاند اب كوميدي. قلت بقى ايه، ما تيجي بقى نفك الدنيا. هو مشكلتي في المسرح ان هو ايه، بروفاته طويله كتير. بنقعد كتير قوي نعمل بروفات، وبعد كده بنعرض ساعه بس. فانا بقى اللي هو يا جماعه بقى بالله عليكم بقى، انا بتعب، انا خلقي ضيق. فلا طب ما تيجي نشوف حاجه بشتغل لها شويه. كده لازم في بروفات، وبقى ظبط ماتيريال وبجربها وريهرسلز وحاجات كده، واوبن مايكس وحاجات كتير. بس خليك بروفات وريهرسلز. خدت بالك عشان ايه؟ اصل انا لسه بتعلمها زي مثلا. ايوه بالظبط. لسه بتعلمها جديد عامه. فبس فقلت بقى هو قالها لك؟ مين؟ لا كنت ما يعرفوش. لا بيسمي. لا خلاص يا جدعان، خلاص بلاش نجيب في سيره حد بعد حبايبنا. بس فبعمل كده في بروفات وفي حاجات كده لذيذه، بس برضو ما بتبقاش طويله زي ان انا اقعد 3 شهور بعمل بروفات وبعد كده اروح داخل اعمل مسرحيه ساعه. ساعه اطلع ساعه وندثرت خلاص. والساعه دي مش هطلع كلها لوحدي. ما انا برضو ستيل مش عادل امام يعني. فدي الفكره. فانا هقعد شويه على المسرح حتى لو انا بطل، بس هقعد برضو مش هقعد طول المسرحيه. فببقى الموضوع بيبقى مهلك قوي بصراحه. بس وحسيت ان الموضوع الستاند اب كوميدي فيه حريه اكتر. هو انا يعني مش قوي. لا بالعكس، في حريه اكتر من المسرح شويه، بان انت ايه يعني، هي كاركتر واحد بس انت ممكن تتكلم في كذا موضوع. لكن انت مسرحيه انت هتطلع عامل كاركتر بموضوع واحد مختلف عنك، عن شخصيتك الحقيقيه، لان انت برضو انت مش طالع في بودكاست يعني. فاهم قصدي؟ ايوه فانت طالع البودكاست بس جميل طبعا. وهي بس خلي بالك احنا جايبينك ساعه كامله. قصدي مش واخد بالك هتتكلم طول يا الساعه. عم هتكلم طول الساعه يا انت شاحن كارت. ايوه انا بقول لك انت اللي شاحن كارت يا اسطى. انا جايبينك ساعه مأجرني. ايوه بس فلا الستاند اب كوميدي يعني بصراحه حسيت الموضوع لذيذ. هو امتع بكتير صراحه. لقيت في ناس كتير بقى اصحابي بقى يعني اتعرفت عليكم ستاند اب كوميدي عامه انتوا الاثنين بجد. فده شيء لذيذ يعني. خدت بالك لفتها ازاي؟ صحابي بعد كده يا لهوي خلاص خد ساعتين. لا مش كتير عليا شويه. بس فكده بقى. بس وانا على قعود ده كان وقتي معاك. يا ده انت خفيف قوي. احنا بدأنا منين؟ عارف عامل زي الحلم كده بيجي 2.5 سنين. انت فاهم؟ شوف لضمت لك علاء قعود في الحلم. شوف ضفرتها. شوف خلي بالك غزل ونسيج يعني. ايوه عارفه النص ساعه دي لما بتبقى مثلا ايام المدرسه، لما بتبقى جاي من المدرسه تنام نص ساعه لما الاكل ما يستوي. يا لهوي حلم الخطف ده. الحلم يبقى طويل قوي. ايوه تحس انت ما بتصحاش. بس انت بالظبط. هو 3 ثواني 30 ثانيه بالكتير، او انت تحس بقى ان انت بتجري في
في صحراء، أيوة. وفي وراك فيل مش عارفه وقرشين، وفي حوارات كده بتجري وراك وانت مش عارف تصحى. اصحى بقى نايم باليونيفورم. الرسم الرسم والكوكو راحوا فين؟ انت فاهم؟ هي مالها متضايقه قوي الموضوع. مش عارف انت الموضوع ده عشان احلام العصاري دي بعد المدرسه كانت بتبقى صعبه قوي. ايوه. والله انا مره نمت حلمت ان انا شايله حمار، والحمار ده شايل الكره الارضيه كلها. ايه ده؟ انت في مدرسه ايه؟ انا كنت في النصر الابتدائيه. مدرسه اولمبيك مدرسه اولمبيك النصر الابتدائيه المشترك عموما. لا 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 ايه ده؟ لازم يعني انت فاهم؟ تحلمي بحمار ده موضوع صعب. احلام العصاري سؤال مبدئي عايز عندي معلومه كده عايز اقولها، سمعتها مش عارف مدى مصداقيتها، بس اي وش بتشوفوه في الحلم بيبقى اكيد انت شفته قبل كده في حياتك. الله عليك، انا عارف المعلومه دي طبعا. ممكن تكون شفت بجد حد بيحط لك بنزين في العربيه عادي، بس ايوه او مش يعني واحد معدي من جنبك لمحته والاماكن وانت بتركب المواصلات انت ماشي بتغذيه بصريه، فاهم؟ كل الناس دي بتجيلك في احلامك. بالظبط. انا مره شفت سواق اتوبيس اسمه زيتونه، شفته كذا مره في الحلم عشان بركب معاه كتير، والله ما بهزر، موضوع غريب جدا. كنت غريب جدا ان انت تحلم بزيتونه لا وباسمه وطالع سواق اتوبيس وانا ركبت معاه. ده طالع بالكاركتر يعني. يعني ركبت معاه يومين بتذكره واحده. والثالثه كانت في الحلم. بالظبط يعني. بس طب انا عندي سؤال بقى، هل في حلم بتحلمه كتير؟ يعني قعدت كذا مره تحلم نفس الحلم؟ حلم بحلمه كتير. هو في حلم بيحصل لي اللي هو عارف بتاع الامتحانات، اللي هو انا هحلم ان انا الامتحان عفتني وانا وصلت في اخر دقيقه والناس بتسلم الورق وماشيين وانا داخل السلام عليكم مفيش حاجه خالص. نفس الحلم بيبقى ثانيه بيبقى بنفس الاحداث بنفس الماده بنفس كل حاجه، يعني هو عاد بيت. هو كل سنه مثلا كانت في المدرسه تحديدا كل سنه مع امتحان العربي معروفه، هي امتحان العربي عشان كان بيبقى اول امتحان عندنا. اول امتحان انت متاخر، بصحى قبلها مثلا ب4 ساعات. طب انا ليه حصل معايا كده؟ وابقى انام متاخر وانا كده مش مذاكر، فاهم حاجه؟ انا يعني مش مفيش حاجه زعلان عليها، بس برضو يعني زعلان على الامتحان اللي انا بس ثانيه ده انت كنت بتحلم بيه وانت في الدراسه. طب حصل معاك بعد الدراسه؟ لا ما لحقش بقى دلوقتي انام بصراحه يعني. يعني بجد بنام قليل، حاسس ان وسط الحلقه. لا انا افتكرتك دلوقتي بتتكلم عن الحلم ده دلوقتي، لان انا بيحصل معايا حلم زي ده بالظبط. بس انا مش متاخره على الحلم، مش متاخره على الامتحان. لا انا في حد بيجي لي بيقول لي انت في امتحان ما امتحنتهوش في ثالثه اعدادي فارجعي امتحنيه، وانا اروح اقول لهم طب امتحنوا ازاي يا جماعه؟ انا عندي 27 سنه دلوقتي، انا متخرجه بقالي 5 سنين. يا لمبي الشهاده انت نسيتي ده. ايوه والله العظيم. بيرجعوا يقولوا لي كده وانا خلاص انا عارف اللي هو ايه، اروح فاتحه دولابي القديم واقعد ادور بجد على المرياله بتاعتي او الجيبه والقميص، وبدور فعلا على اليونيفورم بتاع المدرسه وما الاقوش، الاقيه ضيق بقى عليا طبعا ما انا كبرت. انت فاهم؟ ده المشكله في الحلم. انتوا معايا في الشنطه انا كبرت. ايوه انا قاعد وانزل اقعد اجري عشان اوصل للمدرسه. ودايما نبقى ايه الساعه 5 الفجر. انا الهاتف ده جالي الساعه 5 الفجر ونازله المدرسه الساعه 5 الفجر، الاقي لك فرن على اول الشارع لسه مطلعه فينو ومطلعه مخبوزات، اروح واقفه ناس الامتحان. فين وفين بقى اما اخلص جولتي بقى في المدينه اللي انا بلف فيها دي، واروح لهم بقى يا جماعه امتحاني يا جماعه متخرجه بقالي 5 سنين، انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انت فاهم؟ والاقي حد يطلع لي من لا شيء من الحلم كده يقول لي هو انت اللبس مش جاي عليكي ليه يا ابن الكلب؟ حركه انا كبرت شويه في السن لو سمحت. قلت لي في الحلم متاخر شويه، كنت تديني بس كده اسبوع على الحلقه. ايوه بعد من الكيلوات يعني. انت بتتكلم في 15 سنه بعد 15 سنه فرق يعني. ان بعض الكيلوات دي قليله. كلمه يعني مصطلح صغير قوي على السن. طب والله مره في الحلم ده جيت اطلع الجيبه فعلا ما دخلتش. ما فيش. طب يعني انها تترفع عن ركبتي ما فيش. حلم. مشكله كلمتهم تاني، طب يا جماعه دلوقتي نفس المدرسه مش جايه عليا، طب انا هاجي ازاي؟ تمام عاملين لي معونه بقى اليونيسيف ولا اي حاجه. ملحق بقى لف نفسي بالناس بقى 5 سنين تاني باجي امتحن الامتحان ده. المشكله ان هم بيقولوا لي في الحلم بجد ان هم هيلغوا شهادتي. يا نهار اسود. انت فاهم؟ فعشان كده ببقى على مالي وش ان انا رحت شهادتي يا جماعه اللي هتلغي، اصل انت شهادتك بطله، انت في امتحان ما دخلتوش، الامتحان ده مش شغال مش حاسبينه. انت فاهم؟ وبيجي لي كده ساعه اللي هو ايه، ساعه وعي في الحلم، واقول لهم ثانيه واحده
بتاخدوها، انا ما اشتغلتش بيها اصلا. ايه ده ايه ده في ايه؟ انا مش فارق معايا، محدش بيشتغل بشهادته عادي. بجد كده يعني لا والله العظيم. انت نفس الماده طيب يعني كل حلم نفس الماده ولا عادي؟ لا الماده بتبقى مبهمه قوي. ما ببقاش عارفه ايه الماده، بس دايما برجع اعدادي. لا انا بيحصل معايا نفس الحوار، بس برجع الكليه بقى اللي انا عندي امتحان بكره وانا مش مذاكر، فاقعد بقى. انا كنت بعمل كده زمان. انت كنت بتذاكر؟ لا. طب ما خلاص، ما يعني انا في الاصل ما كنتش بذاكر. طب متاكد انه حلم؟ ما للاسف لسه من قريب والله كنت بحلم بيه. انا في الاصل ما كنت بزنق نفسي لحد قبل الامتحان بيوم، فاقعد بقى الم المنهج، فما بتلحقش تلمه طبعا، فتطلع تهبط اي حاجه. اكذوبه دي. بجد عايز تقعد تكتب اي حاجه يعني. فبحلم بقى كتير اللي انا عندي بكره الامتحان ده، بس برضه مفيش ماده. ايوه بس ما افضل بقى يا لهوي تصحى كده عندك كرشه نفس. عندي دكتور الجنائي على صدري كده والله مش عارف بجد. جنائي اللي انت خريج ايه بقى؟ انا خريج حقوق. ايه الجنائي ده؟ ماده ماشي. حاسس انا قانون جنائي. تعليمي على قد برضه. ليه انت ايه؟ خريج سقف نادي عادي جدا. امال في ايه بقى؟ احنا فريش بس انا في الكليه. سياحه انجلش كمان. مان يا ايوه صح. احنا فلاحين بنحاول نتمدن. ايوه دي بتاعت سياحه فنادق دي. لا انا كنت في الكليه بحلم حلم كده عبيط جدا. احنا كان عندنا بين كل سنه، يعني بين اولى وثانيه في الصيف ده المفروض في عندنا تدريب حلو. فاحنا يا اما تدريب في شركه سياحه، يا اما في المطار، يا اما كذا حاجه يعني. احنا لينا كذا ديبارتمنت يعني. فكنا رحنا، كان في عندنا تدريب في شركه سياحه. اقول اسامي شركات عادي. مصر السياحه عادي جدا. لا ده عادي مش عايزين. لا بجد لا تخلي المايك. فاحنا بنقدم قبلها بثلاث 4 اسابيع، وبيجي لنا الميعاد وخلاص، وبيقولوا لنا ميعادكم كذا ومش عارف ايه بعدها مثلا 3 اسابيع شهر كده. فجالي 3 مرات الحلم ده ان انا بروح الاقي الشركه فاضيه خالص، مفيش حد يعلمني، شركه فاضيه خالص. وانا رايح واحنا بندفع فلوس، هم 200 جنيه بس. انا بالنسبه لي كان رقم بصراحه. فبندفع 200 جنيه وبعد كده بنروح الشركه. فكل مره 3 ايام بجد ورا بعض بحلم ان انا رحت الشركه مفيش حد، صحراء. فضلت قاعد لوحدي. فببص حد من صحابي بيجي يقول لي ايه يا ابني انت بتعمل ايه هنا؟ فبقول له انت بتعمل ايه هنا؟ يقول لي يا ابني انا خلاص انا اشتغلت طيار. فاللي هو يعني انا ببقى باصص له كده، هو ممكن يبقى مثلا اصغر مني بسنه او ما بيجيبش بالظبط. انا جاي اتمرن بقى لسه هتدرب. فببقى ببص كده ان هو ايه ده، هو انا هبقى طيار؟ بس ثانيه واحده، انتوا كنتوا في قسم ايه؟ ما هو ماليش علاقه. انا قسم هبقى طياره. بالظبط انا ممكن ابقى طياره. طيار ايه؟ طيار مش كلمه قليله شويه. لا بس وبعد كده بقعد ابص كده عليه ومش عارف ايه، فبيقول لي مستحيل ويمشي. خلاص الحلم بينتهي. ويضحك بجد ويلبس شريره قوي. لا بجد هو بينتهي، بيقول لي مستحيل ويروح ماشي. حلم بيتكرر 3 ايام بنفس المنظر، يا اما موجود يا اما مش موجود الراجل ده. هو صاحبي ده. طب مين اللي بيقول لك مش هينفع؟ هو شخص. لا لما بيبقاش موجود بقى لا مفيش حد بيقول لي خلاص بخش بقى صحراء كده، مفيش اي حد في الشركه. وبعد كده بروح الشركه فاهم، بلاقي عادي. بالنسبه لمصر الطيران احنا عندنا مكتب مصر الطيران في المنصوره. ماشي تمام. فحلمت قبل كده بتاع مرتين او حاجه، اللي انا المكتب ده كان قدام المدرسه بتاعتي بتاعت الثانوي والاعدادي. فانا حلمت قبل كده اللي انا بدخل المكان ده وما بيبقاش في اي حد، بعمل حمام وبمشي. ايه ده بس تعملوها هنا هو دي موضوع عم بتاع المنصوره. السلام عليكم. يعني ناسف لشركه بجد يعني. تقريبا انا اللي كنت بقابلك في الحلم. تقريبا مستحيل. بعد فاهم وانا بعد السلام عليكم وانا بعد عكش مدينه اخينا. لا في لا وانا صغير بجد كنت مقتنع ان مصر الطيران دي اكذوبه. يعني مفيش حاجه اسمها مصر الطيران. اوكي ليه؟ عشان هو الفرع موجود ودايما ما بلاقيش فيه طيارات. يعني ايه مصر الطيران بتطلع رحلات وهي فين الطيارات؟ ما تطلعش من المنصوره. فين الطيارات؟ انتوا بتكذبوا عليا. والله بجد كنت متخلف قوي وانا صغير. يعني كنت صغير محدود يعني مش صغيره شويه. طب انتوا كان في عندكم احلام وانتوا صغيرين غريبه؟ يا لهوي، ده انا كنت بحلم دايما ان في راجل ساموراي لابس اسود في اسود او نينجا، انت فاهم؟ وبيجري ورايا من على سلالم وانا لابسه فستان فرح. كان عندي مثلا حوالي 5 سنين. الحلم ده اتكرر في الوقت ده انا فاكراه. وكان يطلع يجري ورايا، ومشكله ان انا فوق، يعني هو بيجري ورايا انا واخواتي نازلين تحتيه بيطبلوا.
بيطبلوا عمال يزغرطوا بقى وعاملين فرحوا وهو بيجري وهو بيجري ورايا. والله لا احلام دي فضلت تكرر عندي كتير قوي. اوكي لا انا حلمت حلم غريب قوي وانا صغير. في فتره كده عارف اللي هو لما بتبتدي ان انت بنبقى احنا صغيرين كده بنبتدي نصلي وبعد كده نقطع في الصلاه ومش عارف ايه ولسه احنا بنتعلم يعني. فانا الفتره دي كنت ببتدي ان انا احاول التزم بقى في الصلاه شويه وبتاع مش عارف ايه واقطع وحاجه كده. فوالدتي كانت بتقول لي لا حاول تلتزم يعني تربيه حديثه شويه. ايوه المهم ففي مره انا ما صليتش كنت صغير جدا ساعتها كنت مش عارف 8 سنين 7 سنين حاجه زي كده. فما فيش بقى خالص وبتاع ما بصليش خالص وبتاع. فكذا يوم والموضوع في دماغي ان انا ما بصليش. المهم ففي يوم نمت فعارفين نمت العصاري اللي كنا بنتكلم عليها. نمت ففجاه لقيت حاجه طبعا نفسي كده وبعد كده كان في بلكونه كده قدام السرير. فانا صحيت جوه الحلم طبعا صحيت جوه اوضتي ببص على البلكونه لقيت المفروض ان هو الشيطان بس كان متجسد في سبايدر مان. مش عندي مخي والله العظيم اقسم بالله بالظبط. فلقيته هناك فبجري عليه عايز ابعده عن البلكونه عايز ازقه عن البلكونه وابعده واقول له لا هصلي ويمشي واروح بجري عليه فلقيته بيبخ عليا بقى مش ويعمل نفس القطط شغل والله العظيم اقسم بالله زي فانا قلت له انا مش خايف انا هصحى واصلي. بس صحيت بقى انا بعيط بقول له هصلي ماما قالت في ايه يا حبيبي قومي بس عادي مش جنبك يعني. بس فكان حلم ساعتها بصراحه مرعب يعني. فضلت 3 ايام ما بنامش وبصلي. فضلت 3 ايام بصلي. اول طفل يصلي قيام الليل وهو عنده 7 سنين. والله انا كان عندي حلم وانا صغير كنت بلعب جيمز كتير قوي. فانا كنت بحلم دايما ان العالم كله اتحول لزومبي بيطير فانا بنقذ صحابي بقى. اوكي سبت اهلي يموتوا على جديد زومبي بيطير. لا زومبي بيطير يعني زومبي اللي هو لما بتتحول لزومبي بيطلع لك جناحات. لا اله الا الله. طب حاجه حلوه حاسس انها قشطه ممكن تحول لزومبي لو هتطير يعني. ما مش عارف لا كنت قاتلهم برضه بس انا كنت بحب كل المشكله ان هم يصطادوه انت فاهم حاجه هم هياكلوه على طول. لا صحابك بقى لا كنت جامد فشخ مش جامد فشخ. تخيل له جناحين صغيرين مش شغاله يا مولانا زي الديناصور كده تيركس يقول لك ان هو الجراح كان ليه حجم معين انت فاهم هو جه عليك صغير ما جاش عليك مفيش مقاسك ده خلصت انت فضل والله. فانا كنت بحلم بده كتير يعني ومختلف بقى على حسب الجزء اللي انا بلعبه دلوقتي يعني في اللعب. يا نهار اسود والله يعني كان شكل الزومبي بيبقى مختلف على حسب اللعب. كنت بحلم بجيمز كتير فشخ. يا لهوي ده انا كنت بحلم بولف تيم جدا بقى. انا حلمت بالسايبر بس انا حلمت بالسايبر نفسه من داخل السايبر عندنا كان عارف انت الشغل البدائي ده اللي هو اسمه ايه ده البي سيات دي يمين وشمال وبينهم يعني مفيش مساحه انت الماوس مش هتعرف تحركه. لو حركته يمين زياده سنه هيخبط في الكيبورد اللي جنبك هيخبط في الجيم اللي جنبي بجد هو هيخش على الشاشه اللي جنبي تلاقي الماوس خرج من الشاشه الثانيه عادي جدا. فكنت بحلم بقى ان انا بخش مش لاقي مكان اقعد ومش عارف ايه وبتاع فواحد صاحبي بتخانق معاه قوم هقعد انا هلعب انا مش عارف ايه بس وما كنتش بقعد في الاخر يعني كنت خلاص بطرد انا عشان بعمل مشاكل بجد والله كنت بطرد اصلا لما كنت في الحقيقه بقى مش نايم وصاحي بجد عادي وكنت بطرد بقعد اتخانق مع اصحابي. وفي واحد صاحبي قال لي في مره قال لي بحس ان انت منفوخ شتيمه. والله بقعد اتخانق معاهم عشان كنت تخين قوي تدوس على بطنك تشتم بجد زي سبنسر كده. بس انا كنت بخسر كتير قوي مع اني كنت لعيب نوعا ما يعني بخسر كتير. كنت بلعب كروس فاير وبلعب وفالورنت دي حديثه دي حديثه ايوه جدا يعني بس كنت بلعب كروس فاير طبعا. حبيتهاش فالورنت دي لا انا حبيتها قوي صراحه. وفي بقى ريد اليرت بقى والحاجات اللي هي اللعبه لا دي ريد اليرت دي زمان قوي يعني صغير قوي ايه تاني كول اوف ديوتي طبعا كده حاجات بقى من اللي هي الشوتر جيمز دي يعني. بس فكنت بشتم بقى كتير كنت بشتم صحابي كانوا لعيبه قوي فعارف انت جيم ايكوال شتيمه معروف. ايه ده انا اتعلمت بجد لو محدش بيشتم وهو بيلعب يبقى عنده مشكله نفسيه. بس الحمد لله بطلت. او لعب ولا شتيمه؟ لا لعبه اكيد لعبه اكيد ما تحورش يعني بس المحتوى نضيف. ايوه مش عارف محتوى كلين واللي حصل في الساعه ده يلا مش عديها. انا عمري ما قلت ما حصلش حاجه في الساعه. ايوه يا عم انا قلت طلع عنك ثانيه. حلمت باحلام قبل كده تخص الستاند اب؟ احلام تخص الستاند اب انا حلمت حلم صغير بس ممكن تحكي انت الاول.
لا. شفتي انا حلمت حلم قبل كده ان في اوبن مايك معمول في الحمام عندنا. ايه ده في الحمام. وكان في زميله لينا، الزميله دي كانت واقفه في البانيو ماسكه المايك، كانت ماسكه الدش بقى. لا مايك بجد، مايك بجد، واحنا كلنا كنا في الحمام، فاحنا كنا واقفين بنشجعها الناحيه الثانيه قدام البانيو، وحد بيغسل ايده. وهي كانت واقفه وكانت بتخيش. هي خيشت قالت شكرا، ده كان وقتي نامت في الحمام، نامت في البانيو. سكرت خلاص. بس والله عامله زي تامر حسني. والله بجد يا لهوي. ده كان حلم عبساوي. في حلم تاني برضه عشان في اللسه. انا هقول حلم. لا قول حلم بقى، قول حلمك. معلش حلو. كنت كنت عندي شغل، وانا شغلي بيخلص الساعه 6. حلو. وكان عندي ساعتها اوبن مايك في الاول خالص، عندي اوبن مايك المفروض هيبدا الساعه 8. فانا خلصت شيفت حلو، او في اخر نص ساعه كده في الشيفت قلت هخطف ايه نص ساعه كده حلم، يعني نام بسرعه كده شويه. فنمت. نمت، صحيت لقيت نفسي في ايدي المايك وانا مش فاكر حاجه، واقف قدام الناس والمكان مليان جدا وانا مش فاكر ولا كلمه، واقف عمال ابص للناس كده والناس قاعده مستنياني. رحت قايل لهم شكرا ده كان وقتي، سبت المايك ومشيت في هدوء كده. صحيت مرعوب ورايح الاوبن مايك، مع ان انا اوبن مايك الحمد لله كان حلو جدا والناس ضحكت قوي والموضوع كان بجد كان لذيذ جدا وكان مليان وكل حاجه. بس انا الحلم اللي قبلها ده صحيت قلبي بيدق جدا وعرقان وحاسس ان انا ايه ده في ايه. انا ده لو حصل لي بجد يعني انا متاكد مليون في المية ان لو حد غيري فعلا كان ممكن ما يروحش. بجد يعني هو مش انا مش جامد ولا حاجه، مش قصه جمدان ولا حاجه، بس ايه انا بحب التحدي اللي هو لا انا هروح طب تعالى نخيش عادي ماشي مشاكل. بس انا في حاجه سمعت عنها ان اللي بيحصل في الحقيقه بيحصل عكسه في الواقع. في الحلم قصدك عكس لو انت خايف من حاجه بيطلع لك في الحلم عشان تتهيأ الواقع انه يبقى احسن منه. يعني بسمع دايما عن الموضوع ده، يعني لو في حاجه وحشه حصلت لك في الحلم في حاجه انت هتعملها في ناس بتقول ان انت عارف اللي انت هتعملها حاجه. اوكي مش عارف ما اعرفش. دي معلومه انا سمعت عنها. بس زي ما بيقول لك بقى ان هو التعبان في الحلم ولا مش عارف ايوه لو حد شخ عليك هتتكسي والحاجات دي. لا دي في الحقيقه عادي. لا بس لو انت مش عارف شفت عزا في الحلم دي التفسيرات فرح بس انا ما بفهمش فيها بصراحه، بقعد ولا انا صراحه والله. انا في الشغل عندي بيبقى حد مثلا واحده مثلا تقول لي انا حلمت حلم صعب قوي متضايقه، فاقول لها ايه اللي حصل، فتقعد تحكي ايوه تاخد لهم خير. بخترع قصه، اقسم بالله بخترع قصه ونقعد نتريق عليها كلنا وبنلبسها لها عادي جدا. لا انا بعمل حاجه تانية، بفتكروني بجد ان انا حقيقي، بس انا بهزر، انا بقول اي كلام بجد ما عنديش اي حاجه بقى خالص. انا اسيبه يحكي مثلا نص ساعه اقول له خير يعني هتتكسي يا ولا. انا بكره رد الفعل بيقول لك ايه في الاخر غطيها. ده بقى لا ده سئيل جدا، قلم على وشه في ساعتها. ده سئيل ومش محترم ومحتاج يتهان. ايوه حصل لا انا هقوم اغطيها له فعلا. يعني انا هعمل ده. تيجي تتيت الكلمه اللي انا هقولها بعد كده. يعني اقولها لا مش هتيت، مش هسيبها. ممكن نعمل صبا يا اللي بتقول كده عشان بكره رد الفعل ده قوي. لا بلاش بيحبسوهم. بلاش بالله عليك. بكره رد الفعل ده قوي، اللي هو طب انا حلمت كذا خايفه وصاحيه وبقول لك انا بحلم بمقابر وبحلم بناس ميته وحاجات كتير وحشه ومش عارفه ايه. غطيها يا عم. حاضر يا عم، انت بس الاول ما لكش دعوه. كانت متغطيه. ايه ده طب طيب انا صوت مش طيب. ايه تاني بقى؟ انت بمناسبه الاستند بس، انت ايه اللي خلاك تعمل ستاند اب كمان؟ والله زي ما قلت لك في الاول كده ان انا فكرت ان انا عايز ابعد شويه عن تضييع الوقت بتاع البروفات بتاع المسرح. وفي نفس الوقت حبيت انت بتشوف رد الفعل في ساعتها وقت انت بتقول جوك بتضحك الناس تضحك عليها. يعني انا فكرت مثلا انا اعمل كونتنت مثلا يوتيوب والحاجات اللذيذه دي، بس برضو انت على ما تعمل مونتاج وعلى ما تطلع البرودكت وتنزله كتير قوي بالظبط، فمش بتشوف الضحك، مش بتشوف فيدباك، مش الحاجات دي بتاخد وقت. فانا بجد كانت تجربه وانا جربت لقيت الموضوع لذيذ، فطب ما تيجي نجرب يعني ما تيجي نكمل شويه كده. فبص لقيت الموضوع الحمد لله كان بيزيد. وانا في نفس الوقت انا عشان عندي باك جراوند مسرح، فانا بالنسبه لي يلا عادي نجرب. وعادي جربت قبل كده وانا قلت جوكس قد كده في المسرح وخيشت عادي جدا، ما فرقش معايا، بكمل عادي قطر
حافظ مش فاهم عادي جدا وانا بقول اي كلام بقعد تك 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 بس. وبما اني برضو طبعا انا بشتغل مع عمر الجمل فانا بنظم له حفلاته فانا بشوف كل ده من زمان. فانا بادئ بعده مش بكتير قوي بس سنة تقريبا بعده مثلا اقل من سنه. لا انت اقل من سنه. كنا خلاص دخلنا اركان. لا كنا ابتدينا نعمل العروض في اركان يعني اولموست 8 شهور مثلا حاجه زي كده. اصلا انت اول حاجه عملتها في اركان، انت فاهم حاجه؟ بالظبط ده حقيقي. ده يعني ده حوار. اول شو بصراحه الموضوع كان مرعب يا جماعه. كان قدامي 800 وحاجه جمهور. موضوع يا جماعه مش طبيعي. كانت اول مره في حياتي طلعت لعبت 10 دقايق قدامهم. وانا بقى بترعش. انا كنت كده بعمل كده بس الحمد لله ما كانش باين عليا من بره. بس انا مثلا ضحكت تقريبا 5 دقايق او 6 دقايق والباقي انا برص الكلام. خلصت دخلت يعني وقعت على وشك. لا مش الدرجه دي. انت توترت في الاخر؟ توترت في الاول طبعا الدخله. بس الناس شجعوني. فجأة لقيت واحدة من الجمهور. انا ما كنتش شايف الجمهور. كنت مخلي اللايت خليت اللايت سيستم يبقى معمول عليها سبوت والاضاءه خفيفه والجمهور ضلم. انا بكره ده. فلقيت واحده من وسط الجمهور بتقول لي بنحبك يا كعود كده. يا لهوي ده المأجور ده المأجور اللي في العظيم. اقسم بالله ما اعرف هي مين لحد دلوقتي. بس فالموضوع كان لا الموضوع كان بقى اشبه بحلم بجد. اقسم بالله يا جماعه انا كنت حاسس ان انا في حلم. انا مش شايف الناس بس الناس بتتكلم معايا وانا مش شايف مين اللي بيتكلم. وحد يقول لي بنحبك يا قعود ويسقفوا ومش عارف ايه. فاللي هو تمام. عمر اصلا قدم لي تقديمه لذيذه جدا وعمل لي انترو محترم جدا. جه قال لهم يا جماعه طبعا عندي حاجه عايز اقولها. دلوقتي عندنا في قعود معانا في الشو على قعود عايز يجرب ستاند اب كوميدي. فاحنا قلت له كان عايز يجرب بره. فقلت له لا احنا عندنا اهلنا وناسنا واصحابنا وقرايبنا واخواتنا ومش عارف ايه. فما ينفعش يجرب بره. لا يجرب يبتدي معانا الاول ونشوف ومش عارف ايه وبتاع. قال لهم بس عايز اقول لكم على حاجه غريبه. هو انتوا عارفين معنى قعود ايه؟ لا. قعود ده الجمل الشاب. الجمل لما بيبقى شاب بيوصل لسن الشباب بيبقى اسمه قعود او بيقولوا جعود يعني في دول الخليج والحاجات دي. فقال لهم شايفين بقى المفارقه. وسبحان الله احنا ما نعرفش الحوار ده. احنا الحوار ده يعني اتناقشنا فيه اصلا انا وعمر. هو عين جمل فانت الجمل الشاب. هو اسمه عمر جمل وانا اسمي قعود. الشاب جمل بالظبط. جمل شاب. الشاب جمل من المغرب. من الجزائر ساعتها. بس فقدم لي التقديمه دي ومش عارف ايه. وقال لي لا يا باشا لا ده تطلع طلعه محترمه بقى ومش عارف ايه. فظبطنا الاضاءه ومش عارف ايه ودخلت كالوس واشتغلت الانترو مزيكا مش هنساها بتاعت نسيتها. ابي يوسف. لا مش هي ابي يوسف ده. لا ده حاجه تانية. ده كل حفلات أيوة. انا كل الحفلات لازم يبقى ابي يوسف طبعا. بس المزيكا دي كانت اغنيه احمد عدويه. يا لهوي ابقى ابعتها لكم احطها في المونتاج. ماشي. اي هتظهر هنا. اي عايز تظهر هنا او هنا. بس اسمها والله ولعب الهوا. احنا قاعدين سوا. دي دخلت عليها كانت احلى دخله دخلتها في حياتي. بعدها طبعا ابي يوسف. انا بحب ابي يوسف جدا بطريقه مبالغ فيها جدا يعني. فلازم كل حفله لحد ما ثبت اغنيه معينه اللي انا بدخل بيها دلوقتي يعني واخد حته منها بالظبط. أيوة. انت مش كلها. بس فنفسي اظبط عليها حاجه تانية هظبطها يعني. المهم يعني عشان ما نخرجش ما نبعدش قوي عن الموضوع نرجع لموضوع ايه الاحلام بالظبط. هل ممكن هل ممكن نتكلم في يعني الاحلام غير اللي احنا بنبقى نايمين؟ طب احلام واحنا صاحيين مثلا ان انا احلام اليقظه. احلام اليقظه الواحد بيتخيل نفسه في حاجات وهو صاحي. دي احلى حاجه بتحصل. انا لازم اعمل ده كل يوم وانا راجع راكب سكوتر ورا الراجل ومروح. بتخيل كونفرسيشن كامل. دي احلى حاجه بتحصل للبني ادم تخليه عايش بجد. انا بستمتع بيها جدا بصراحه. انا مخي بسيط شويه. عندي حاجات كده عندي لطف بجد والله. بس انا ما بعرفش اقعد يعني. انا عندي فرط حركه شويه وناس بتقول لي ADHD. انا ما كشفتش بس انا الكلام ده نتيجه هري كتير. بس انا ما بعرفش اقعد هادي. يا اما بتكلم مع حد يا اما بعمل حاجه بتناقش مع حد بحرق كلام طول الوقت. فانا لو مش بتكلم مع حد او مش بفرهد او مش بتفرج على حاجه فيها اكتيفيتي او حاجه كده ببقى بسمع اغاني على طول. مشغل اغاني حتى ما بسمعش اغاني هاديه على طول. فيها لازم فيها دوشه شويه يعني. مثلا زي ابي يوسف مثلا معظم اغانيه فيها تراكاته مميزه قوي. واسمع حاجات كتير جدا طبعا تانية. فعلى طول لابس سماعه في وداني فبلبس السماعه وبسرح
اقعد سرحان في الطريق بقى. انا ساكن في حدائق الاهرام وشغلي في تجمع. يا انا كل يوم الصبح ساعه ونص في الرينج ده حسب انت بتجيب الكرة ده بالعكس بجد رايح جاي. فالموضوع في منتهى العبط. فانا بقى تخيلوا بقى دي رايح جاي كل يوم، احلام اليقظه، بسرح بشوف نفسي في حاجات، بفتكر حاجات بجد حزينه قوي. انا كنت بشتغل زمان حاجه اسمها بروموتر. ماشي، بروموتر ده سيلز عادي جدا، بس هم بيقول لك بروموتر يعني عشان ايه يكبروا الموضوع شويه. بس هي نفس المرتب يعني، المرتب صغير قوي. كنت لسه اقول لك لازم عشان يغلوا المرتب. مفيش حاجه خالص والله بيشتغلونا ولا اي حاجه ليه؟ بس اسمها بروموتر يعني، عشان شافونا ايه شباب ولاد ناس شويه، فقال لك ايه لا انتوا مش سيلز جايه، لا انتوا بروموترز. كنا بنبيع ديسبنسر على فكره، ديسبنسر ميه يعني. انا كنت لسه ما طلعتش شهادتي فمش عارف اروح مش عارف تبقى كاتب. لا والله ما كنتش عارف اقدم في شغل عشان لسه طلعت الشهاده، وكان عندي شركه بقى شهاده الجيش وبتاع، خد وقت يعني. فاشتغلت بروموتر بس. فدي برضو كنت بحلم وانا ماشي، كنت بحلم امتى بقى اليوم اللي هسيب الشغل ومش عارف ايه. طب انا بعرف اتكلم انجلش وبعرف اعمل وبعرف وطريقه كلامي كويسه، اللي هو انا ليه ما بشتغلش كذا؟ بقعد بقى اتخيل سيناريوهات مش منطقيه وما حصلتش ولا عمرها تحصل اصلا يعني تقريبا. طب ايه اللي انت تخيلته اكتر حاجه غير منطقيه؟ بشوف حاجات يعني. انا بشوف مثلا ادينا تخيل من اللي انت تخيلتهم وقتها اكتر حاجه غير منطقيه. هديك حاجه لسه حاصله من قريب على فكره. كنت راكب عادي الترانسبورتيشن بتاع الشغل ورايح الشركه عادي في امان الله، فببص من الشباك كده فشفت عربيه نقل عليها عمال. فرجعت بقى فلاش باك لورا كده، وماما بتقول لي انت ما بتذاكرش ليه؟ انت هتبقى فعالي ولا ايه؟ اقسم بالله ايوه افتكرت يا جماعه ان هو انا ايه ده، انا لو رجعت فعلا، لو انا ما كنتش ذاكرت وما كنتش سمعت كلامها وما كنتش اتخانقت معايا كنت هبقى هنا. هو الناس دي مش بقلل منهم ولا اي حاجه خالص، الناس دي كلها فوق دماغي. بس انت قصدك انهم لا الناس اللي بتزعلني على يقعوا الناس اللي لا والله مش تقليل من حد خالص، بس انا الفكره ان هم ايه ان انا يا نهار اسود، طب انا لو كنتش ذاكرت ما كنتش هعرف اتعلم، ما كنتش هعرف اقرا، ما كنتش هركب الباص ده. فقصدي فبرجع بقى بالسيناريو تك وبيجري معايا بقى، بس بيضيع الوقت. الحمد لله بوصل حته اوصل الشركه بصراحه. ايه ده في ايه ده؟ لا لسه يا عم ما تخليناش ثانيه، لسه في سنه اولى ابتدائي. ايوه صح. انا عايزه اقول حاجه، انا بركب دايما، انا بروح شغلي في المعادي، فانا دايما بركب مثلا من التحرير معادي، وبنزل قبل المعادي اصلا. فالعربيه اللي بركبها بتبقى رايحه حلوان، انا ببقى نفسي اكمل لحلوان اشوف في ايه هناك. تمام. اكمل بقى باحلام اليقظه دي ونرجع في العربيه نفسها باحلام اليقظه. مش بحس ان مفيش حاجه في حلوان يعني، يعني بحس دايما هي اكذوبه ما فيهاش غير عبد الرحمن اديب. مفيش بعدها. ايوه هو الوحيد اللي موجود في حلوان. مفيش بعدها حاجه. ايوه بعدها اللي هو الحائط الجليدي ده، عارف اللي هو بعدها انتاركتيكا على طول بعد حلوان هتقع. فاهم؟ والله بجد يعني بحس ان هو المرجع حلوان انتاركتيكا يعني خلاص. بجد الموضوع ده بالنسبه لي غريب. بعدها 15 مايو وبتاع، لا يا جماعه لسه في بلد، ده في حياه بعد كده عامه. يا جدع بجد انت رحتها قبل كده؟ انا رحت لحد بس انت تركب مواصلات ثانيه، لا احنا ننزل حلوان بس، احنا ننزل حلوان بس. فكره ان المترو بينتهي دي بتحس ان انت خلاص الحياه انتهت. انا ما بركبش مترو كتير، بس بعدها غابات بقى وحاجات كده. ايوه ممكن صحراء. ايوه لا مش صحراء، هتلاقي بقى مزارع بقى واراضي وبتاع ومش عارف ايه وحاجات كده. تقريبا بعد حلوان انت داخله على خط الصعيد. او خط الصعيد. ايوه ما اعرفش. حد قالها لي بقى، لو حد يفتح خريطه يعني نشوف لنا الحوار ده. انا كنت فاشل بصراحه شويه في الجغرافيا. وانا كنت فاشل في الجغرافيا جدا، كنت بحب التاريخ. والله الاثنين بحب التاريخ يعني جدا، بس كنت فاشل في الجغرافيا. الكلام ده اتقال قبل كده في حلقه اكيد. ده حلم. ده حلم ده بقى ديجافو بقى. ده حلم. لا ديجافو ده حلقه ثانيه. حاسه ان الكلام ده اتقال قبل كده. لا ايه ده هو ديجافو حلم؟ لا ممكن يتصنف ان هو حلم. لا مخك بس بيفكر ان هو ايه ده، انا شفت الحاجه دي قبل كده، بس هو ما شافهاش قبل كده. انا حسيت اني سمعت الكلام ده قبل كده. شفت انا اول مره اكيد سالتي عن الديجافو في حد يعني مع حد، بس ما اظنش هو رد نفس الرد المعفن اللي انا قلت ده، عشان ما قلتش حاجه مفيده. مخك بيهيأ لك ان انت سمعتي حاجه دي. هي عارفه اكيد معفنين كتير بجد. شكرا. لا عشان لا انا سمعت ان الفص اليمين بيبقى سابق الفص الشمال، او في عينيك بتبقى سابقه دماغك، ففي حاجه بتستقبل قبل حاجه، فبتهيألك بقى ان انت شفت ده قبل كده، بس هو لا هو بيحصل. والفيديو في ده حاجه ثانيه، ده عطل فني. ايوه فعلا انا سمعت ان هو عطل فني فعلا. ده حاجه زي عطل فني. لا هو الديجافو اللي انت بتشوفي مشهد انت فاكره ان انت شفتيه قبل كده، وممكن فعلا تكون شفتيه قبل كده وناسيه بس، او لا بس ده في الحقيقه يعني الناس دي انا اول مره اتفرج عليها دلوقتي حالا. انا بقول لك ممكن، او يعني بقول لك يا كده يا كده. ممكن تكون شافت مثلا نفس المشهد ده عملناه مثلا في القهوه. اوكي. فاهم حاجه بس هي ناسيه.
اوكي عملناه في القهوه. حصل يعني موقف نفسه يعني. طب تعالوا نرجع بقى للاحلام العبيط. حد حلم عبيط قوي؟ انا اتجوزت عمرو دياب في الحلم. يا نهار اسود. مفيش عبط من كده. انا كده مش هتكلم بقى. ده بجد؟ جه وتقدم لي وبس على ايدي عشان عايز يتجوزني وانا رفضت. والله الهضبه انا عايز الجبل. انا حلمت بدينا الشربيني. ايه ده والله العظيم يا جماعه كنت بحبها حب في الحلم. انا ما بحبهاش يعني عادي. أيوة. يعني هي ممثله عادي بالنسبه لي، بس في الحلم كنت بحبها حب مش طبيعي. وعايز اتكلم معاها، وبعد كده جات لي وبتقولي لا متضايقه مني. وانا مش فاهم، هو مش فاكر الكلام بالظبط، هو ما كانش فيه كونفرسيشن يعني واضحه، بس كان في حاله، والله كان في حاله من اللي هو احنا فين عايش كده، في قلوب بتطلع كده مش عارف ايه. بس صحيت بقى يقول لك اهي لا مش دي تانية روبي. انا بحب روبي حب صح يا جماعه. ايه ده؟ امال دي شبكه بتقول ايه؟ يا جماعه انا بعشق بيجي لي في الحلم انا والله العظيم. ايه ده يا رجاله؟ بعشق هتضحكني. لا والله العظيم مش اي حاجه وحشه خالص والله. مش عارف انا بعشقها، من احلى الملامح اللي شفتها في حياتي. لا يا عم ملامحها مصريه جدا. عارف لا ملامحها مصريه اكتر. اسماء ابو اليزيد. طبعا اسماء ابو اليزيد قمر. انا ما اعرفش حبي ده، مش عارف مبرره لروبي، بس انا بجد انا يعني استغل المنصه بتاعتكم. أيوة المنصة. ان انا اوجه رساله للاستاذ روبي. لا استاذ روبي انا بحبك جدا جدا. ومن دخلوك على جروب المحبين الفنانه محبين الفنانه روبي. لا بجد والله. لا بشكل كويس والله. مش داري كده ولا هو داري كده ولا هو داري. لا سنة انا كان في عليا فتره كده كنت مضروب بالمزيكا. كنت بلعب بيت بوكس. اوعى يعني على سكيل كبير شويه. فكنت بحلم يعني حلمت كام مره كده اللي انا بلعب بيت بوكس ورا توباك في حفله. كده قبل ما يموت. لا كان بات خلاص اصلا. بس هو توباك اتقتل في اول الالفينات يعني. اوكي ليه انت كنت بتلعب بيت بوكس امتى؟ انا بلعب بيت بوكس امتى؟ 2014. انا صح صغير. لا انا صغير جدا. ايوه صح. انا لسه جونيور. انا 2012. انا مولود 2012. واو مش ممكن. لسه لسه فعلا. يا نهار ابيض. فكنت بحلم، قعدت فتره عشان انا بحب توباك فشخ يعني بالنسبه لي حاجه كبيره. فكنت بحلم ان انا بلعب بوكس، وحلمت ان انا كنت ضمن التيم بتاع ووتانج لو حد يعرفه. لا مش الدرجه. ووتانج ده برضو من اقوى الباندات بتاعه الراب الاولد سكول. باند قديم جدا برضو، من اوائل الباندات اللي اتعملت في الاولد سكول راب. مش عارف ما في الثمانينات كنت بلعب بيت بوكس برضو في الفترات دي برضو. في الماتيريال. لا وفي الماتيريال ايه ده اصلا؟ استخدمها في الماتيريال وهزود فيه حاجه اصلا يعني. هزود كوره صح كده بس كيك وسنير. ايوه حاجه يعني مهرجاني. بس يعني اجيب باتستوتا اخر. ايوه كنت اقول ايه؟ على احلام بقى. في حاجه بس عايز اسالكم كده، هل في قبل كده عمركم حلمتوا ان انتوا شخص مختلف حد تاني؟ لا يعني حلمت ان انت ممكن صحيت مثلا لقيت نفسك عايش يعني، او انت في الحلم يعني سوري، ان انت فجاه حلمت ان انت انسان غيرك؟ لا خالص. ايه ده؟ انا حلمت مره ان انا راجل غني وعندي فيلا ومش عارف. شفت لا انت انا ولا شخص انا تاني؟ شخص راجل تاني. انت راجل تاني مختلف عن قعود. طفل صغير في جي تي ايه. ايوه بلعب جي تي ايه. شفتوا الهايست والحاجات دي. ايوه تتكلم مع راجل كده غني لابس قميص كده عليه ورود ومش عارف لابس ماسك سيجاره. ايوه ماسك سيجاره. هو ده انا تخيلت. حلمت ان انا مكان الراجل ده وفعلا بكلم ناس هيروحوا يسرقوا وبتحرك زيهم بالظبط. انا حلمت نفسي كده. انا حلمت نفسي ريل، اللي هي الريل. عارف انت الريل ذات الانستجرام اللي هو الشخص اللي بيبقى غني بينزل الصبح يجري ويكسر على بقه. لا انا حلمت نفسي كده بقى. اسمه ايه؟ انا حلمت. لا بس انا ما حلمتش بالراجل ده، انا بتكلم زمان قوي يعني. انا حلمت حلم غريب قوي. ايه كده؟ يعني جوز امي كان حسني مبارك. لا غطيها. عرفنا الشخص اهو. ما تقيدش الجمله بقى. اللي حلمت جوز امي حسني مبارك. والله ده كان حلم غريب قوي. مع ان انا ماليش في السياسه، بعيد عن التدخل في السياسه. يعني ده كان غريب، ده كان حلم غريب بالنسبه لي قوي. اللي هو طب
قبل الثوره ولا بعد الثوره؟ ده بعد الثوره يا ابني، ده الكلام ده السنه اللي فاتت. انتوا صغيرين برضو صح؟ الحلم ده السنه اللي فاتت. اوكي. فاللي هو يا انت مش ميت، الله يرحمه. ايوه والله بجد ايه اللي جابك بيتنا؟ انا في الحلم هو انت مش ميت. ايوه طب ما تجيب فلوس بقى. ايوه انا محتاجه نحط والله. صورتك على الجنيه خلاص بقى. يعني ايوه ده عادل امام، ده عادل امام صح؟ عادل امام ده الاستاذ عادل امام في مسرحيه الزعيم. في حلم ده انا حلمت في حلم تاني من يومين. والله حلمت حلم كده من اسبوعين كده، مش من يومين، من اسبوعين. انا في فنان شاب دلوقتي، انا بحب الشاب ده جدا. ماشي. تمام يعني بحب فعلا اعماله. انا ما اعرفوش كشخصيه خالص، ما بتفرجش على لقاءات ولا على اي حاجه. بتوع الرياكت دول بيقولوا لهم احنا بنرياكت الاعمال مش بنرياكت الشخص. ما اعرفش كشخص بجد، بس اعرف كاعمال. بس انا بحبه. بس روح يا قلبي قلبي يا خرابي اقسم بالله ما قالتليش حاجه. انت ايه ده مكشوف عنك الحاجات؟ والله روحي. حلمت بقى في ايه؟ حلمت ان هو ابن عمي وان ابوه مات واحنا الاثنين في عزا واحد، وهو واقف بشخصيه سليم بتاعت سيكو سيكو. والله بنفس الشخصيه واقف. طبعا وجوزة امها وطبعا بقى حسني مبارك مامتها بقى والزعيم السابق واقفين جنب بعض كده. ايه الواد للبنت واضحه ده ابن اخويا. قام جاي بقى عمرو دياب، قام داخل عامل لها البروبوزل. عارف انت الريلز دي الريلز بتاعت الاي اي يعني. دي الريلز والله العظيم يشقلبوا يقلبوا بتاعت القطط. طب حد حلم قبل كده؟ انت حلمت قبل كده حلم غريب؟ غريب غريب جدا، اللي هو ايه ده؟ والله مش فاكر. انا احلامي برضو خلي بالك قليله، مش كتير قوي يعني. بس ومشكله انا بنسى بقى الحلم اول ما اصحى، دي اغرب حاجه بقى بتحصل. لا دي عادي، بس كل احلام. وخلي بالك دي يعني انا قرات فيها برضو، عرفت ان هي صحيه، علشان انت العقل بيخزن داتا زي الميموري. فهو لو فضل يخزن في الاحلام هو ليه اكيد ليه ساعه. فاهمني؟ فعشان كده هو بيمسح الاحلام. بس كده يشيل بالظبط. حقيقه حلو ده قوي. بس لا انا مش فاكر حاجه غريبه. انا كميه اللي انا عوض اللي انا حكيته ده يعني. انا سبايدر مان ده اللي كان طالع لي الشيطان ده كان حاجه بتضحك قوي. والجاسوم بقى يا لهوي يا جدعان. الجاسوم، عارفه جاسوم؟ عارفه يا جماعه يا لهوي. لا ايوه بكلمك انت دلوقتي. الجاسوم ده يعني كاني صحيت لقيت باهو نايم قاعد على صدري. لا يا عم ما تقولش كده. ان شاء الله يكون جاسوم يعني. ان شاء الله يكون جاسوم. والله الموضوع صعب. بس انا ما بحسش بقى بالكتمه، بحس ان انا مش قادر اتحرك نفسي. هو بيبقى شلل يعني. هو مش كامل. هو مش شلل، هو مخك صحي قبل جسمك. بالظبط يعني لا العكس يعني جسمك صحي قبل مخك. سوري هي دي بالظبط. فاللي هو ما حصلش لسه اللينك بالظبط. في ناس بقى في جن وبتاع والحقونا ياما بس هو ليه حل على فكره. انت بتحاول تحرك صوابع رجليك الاول وبعد كده بتبتدي تحرك جسمك واحده واحده. ايوه بس انت بتبقاش واعي اصلا يعني ما اعرفش انهي طرف، بس هو اللي انا عارفه انت بتحرك اطرافك. بالظبط. انا فاكره ان انا جالي جاسوم قبل كده قبل امتحان الرياضه البحته في سنه ثانيه كليه. ايه ده؟ تمام. انا ايه رياضه بحته. انت خريجه ايه؟ انا تجاره. لا اله الا الله. تمام. انا فاكره انه جالي وكنت اليوم ده قاعده بذاكر، وكنت بذاكر ونمت على الكنبه. اوكي. الامتحان تاني يوم. فانا بفتح عيني لقيت ابن اختي قاعد فوق راسي، فوق وشي. انت فاهم؟ والله لا والله العظيم بالبامبرز بتاعه، وكان ريحته وحشه. ده مش جاسوم، ده ضيوف عادي. مش عارفه كده جالكوا ضيوف. مش عارفه تتحرك بالبامبرز. مش عارفه اتحرك ابدا. ده سمه هو ايه بيلعب معايا مبسوط قوي يا عيني، وعمال خالته عارف صوت رجلين سبونج بوب؟ ده كان في مناخيري. بلاش حياتي الحمد لله. والله احلام غريبه قوي. انت احلامكم اللي هو فيرست بيرسون برسبكتيف ولا سكند بيرسون برسبكتيف؟ لا انا فيرست بيرسون بصراحه على طول. معظمها. وانا مش فاكر حاجه من بره. وانا فيرست بيرسون ما بشوفش نفسي خالص. شفت مره مثلا بتحصل معايا كتير. ممكن اشوف نفسي في مرايه صوره. لا عمري شفت نفسي في مرايه. ممكن في الحلم اشوف نفسي في مرايه، لكن ابقى شخص تاني وشايفه نفسي لا. انا ما بقاش شخص تاني، انا ببقى عارف ان انا ده، بس انا شايف نفسي من بره. ما هو ده شخص تاني. لا مش انا كده براقب نفسي. يعني احنا مثلا ممكن نكون 2 في اوضه بس انا شايف الاثنين.
لا. يعني بعينيا شايف الاثنين دلوقتي. انا من فوق كده مثلا زي الكاميرا بتاعت المراقبه مثلا الحاجات دي يعني حصلت لي كذا مره مثلا ولا حاجه زي كده. حصلت لي كذا مره، دي كانت جميله جدا الصراحه، بحبها اكتر من فيرست والله. اوكي. لا انا بعمل بقى خطه ذكيه جدا. انا ما بنامش اكتر من 5 ساعات ده يعني ما بلحقش احلم بجد. انا عندي بريك في النص على فكره كمان في النوم. لا انا كتير بقى، انا بصحى افتح انستجرام واشوف ستوريز اقسم بالله بعمل كده بجد. بمناسبه الانستجرام في ناس بعتوا لنا الاحلام بتاعتهم بجد. ايه ده الله. في ناس بعتوا لنا الاحلام بتاعتهم، في 2 بعتوا لنا الاحلام بتاعتهم. 2 طب مش عدد، في 200 واحد بعتوا لنا. لا انا ما بخبيش عن جمهوري، اخترنا منهم هم 2. لا هم في كذا حد بس احنا اخترنا منهم 2. اوكي. في احمد ماجد قال لنا حلمت اني بلاعب فرقه الاهلي وفرقتي كانت القذافي وهتلر ومحمد فؤاد والبرادعي. ايه ده؟ بيلعبوا على الكوكب. دول عمرهم ما اتجمعوا الا في السجن بس. لا والله ولا حتى اتجمعوا في السجن، بقول لك هتلر والقذافي. والله دول كانوا بيلعبوا على العراق مثلا. ايه ده؟ في عبد الرحمن بيني. اقرا انت ده يعني انا واحد انت تعليمي على قد. واحد قريبنا من بعيد الله يرحمه جالي في الحلم بعد ما مات وقعد يقول لي تعالى معايا، وانا قعدت ازقله بالطوب وارش تراب واشتمه. يلا انا خلوهم على ماله. يا عم انت ميت يا عم. لا روح على من هنا يا عم انت ميت. انا ارش عليه تراب دي هو ميت. انا عايز اسالكم سؤال. هل وانتوا في احلامكم انتوا بتبقوا حاسين ان المكان اللي انتوا فيه عارفينه هو مش موجود في الحقيقه بس موجود في حلمكم، بس انتوا حاسين ان انتوا عارفينه؟ يعني بس عايزين نقول يعني بعتوا لنا بقى الحاجات دي تاني يعني. طبعا شكرا يعني جدا على الناس اللي بعتت. يعني شكرا للناس بجد، وبعتوا لنا حاجات كتير بقى عامه. اي حاجه بعتوا لنا اي حاجه والله لذيذه قوي الفكره دي عامه. خليهم يكتبوها في كومنتات على فكره برضه. لو حد عنده حلم كده يكتبه في الكومنتات يعني، وهنقرا الحلقه الجايه على طول. ولايك وسبسكرايب اخويا يعني ان شاء الله. صح ده وقتها جدا فعلا. عايزين لايك وسبسكرايب وفولو واعملوا لنا الحاجات دي كلها يعني. يلا كمل. ايوه ماشي. انت كنت بتقولي بقى ان احنا في اماكن بنحلم بيها بتبقى حقيقيه او لا، صح؟ يعني انا مثلا عندي منطقه الدقي. ماشي. منطقه الدقي في حلمي مش هي منطقه الدقي الحقيقيه. اوكي. بس انا دي في حلمي دي الدقي. دي المكان اللي انا شايفاه ده ترجمته الدقي. ده ناظر سيد، عارف ستريجر سينجز كده بالظبط. ايوه انت تحلمي في ان انت في بيت، بس انت عارفه ان ده بيتك، بس مش نفس هو مش نفس الترتيب ولا نفس اي حاجه، بس انا عارفه ان ده بيتي. بتحصل كتير. بس بتبقى حاسه يعني مثلا انا بالنسبه لي 6 اكتوبر منطقه 6 اكتوبر حصري اخرها عشه فراخ. ايه ده بجد؟ والله حصري اخرها سد كده وعشه فراخ. انت فاهم؟ ايه ده؟ كان اخرها سوريين عادي جدا. معظمهم سوريين يعني. ما اختلفناش. شاورما. لا عندهم جدا اصحابنا. بيحصل معاك كده برضو؟ لا انا حوار المكان ده بيحصل معايا غريب شويه، ان انا مثلا اكون موجود في اوضه مثلا زي هنا مثلا. ماشي. بفتح الباب الاقي نفسي في بيتنا. فاهم حاجه يعني اللي هو انا ببقى موجود في مكان بطلع منه الاقي نفسي على البحر. فاهم حاجه يعني الاماكن عندي مش حقيقيه. يعني انا حلمت في مره ان انا بقابل واحده صاحبتي في صاله بيت واحد صاحبنا. واحد صاحبنا اصلا صالونات بس هناك. صح. لا كنا نازلين ديت عادي. ما بقولك ديت يعني ده كان ديت. انا خلاص في صاله بيت واحد صاحبي، والبيت ده هو باعه ومشي منه من زمان. حداك تكمل الحلم ده للاخر بس انا سعيت هنا. بس خلاص. ما كملتش. استغربت جدا. مش هينفع برضه. صح. استغربت جدا يا ايه اللي جابنا صالة يا علاء يا قعود. استغربت جدا. لا عايز اسالكم على الاحلام اللي هي عارف انت لما بجد وانت طب حد بيحصل معاه ده؟ عشان انا بيحصل معايا طبعا. ايوه ان انت بتلاقي ان انت في عوالم موازيه كده بتخش في اماكن. عارف الباك رومز؟ ايوه عارفه موضوع الباك رومز. باك رومز دي قصه كده حاصله بقى لها فتره كده او بقى لها كتير يعني. ان هو مكاتب في باب، تفتح الباب ده تخشي ممرات مفيش ترجعي. وهو بقى ادوار كتير وحاجات كتير وفي وحوش جوه، بس دي يعني ثيريز يعني مش حقيقيه، بس يعني سيرش في الحاجات دي الموضوع ده لذيذ قوي يعني. انا كنت بحلم بقى بحاجات شبه كده، ان انا بخش من مكان اطلع من مكان، اخش مدرسه الاقي نفسي في مدرسه. انا دخلت 3 مدارس طول حياتي. اعدادي وثانوي، ابتدائي واعدادي وثانوي، كل واحده مدرسه. بخش مدرسه اطلع الاقي نفسي في مدرسه ثانيه، اخش الحوش فلاقي الحوش مجمع بين مدرستين، فاطلع مبنى تاني الاقي نفسي رجعت بيتنا مثلا. فده كان بيحصل طبعا. تحس احنا في باك رومز بجد. بيحصل معايا كتير. انا حصل معايا حاجه تانية. انا حصل معايا، حلمت في مره اللي انا كنت بخطب واحده من البيت عندنا.
يعني الواحده دي مش في البيت عندنا، يعني واحده دي مش عندنا هي، بس هي واحده تانية. طب انا ما اعرفهاش، فاهم؟ بس هي كنت بخطبها من اهل انا. ايه العبط ده؟ ما اعرفش ما اعرفش بجد الموضوع ده. طبعا انت كمان كنتش فاهم حاجه. لا انا كنت فاهم جدا، انا عارف انا رايح اعمل ايه. ايوه. ورايح قاعد مع واحد صاحبي في البيت، يعني انا رايح له هو اللي هفهمك بالظبط. الواحد صاحبي ده كان هو في البيت عندنا. لفظ مش هينفع اقول عامة يعني. الواد صاحبي ده كان هو في البيت عندنا. ماشي. فانا رايح اتقدم للبنت دي منه هو. اوكي. في البيت عندنا. هو كده الاحلام ما بتبقاش مفهومه، خلينا متفقين على المعلومه دي. الموضوع ده غريب جدا. احلام يعني مخنا برضو مش ايوه على قد مش احسن حاجه يعني. لا انا في حلم يا جماعه عايز احكي لكم عليه. كنت عبيط جدا وانا صغير. تتصرف ليه هو بلس 18؟ لا مش بلس 18، ده كنت صغير جدا. المهم عبيط جدا. عارف انت لما بتحلم ان انت في الحمام وتصحى تلاقي يا لهوي ايه ده الدنيا مش عارف ايه. اوعى تعملها. لا مش هعملها هنا اكيد. لا فوق لا بجد والله حلمت حلم عبيط جدا. يعني كنت انا صغير، مش حلم بالظبط، كنت انا صغير ونايم في مكان في زي في كنبه كده، وكان في تلفزيون، واحنا التلفزيون كان قصير على ترابيزه صغيره كده، تلفزيون كبير كده بالنسبه لي يعني. فمامتي شافتني عمال افرك كده، فحاسس ان انا عايز اخش الحمام، خلاص ده شكلها عايز اخش الحمام. فعلاء يا علاء اصحى روح الحمام. ماشي. فانا هزيت دماغي وما فتحتش عيني، وقمت وقفت قدام التلفزيون وابتديت بقى ايه ان انا كنت اعتبرته ان هو الحمام. على اخر لحظه هي صرحت كده، بتبص لقيتني بعتمد. حقيقي انت بتمشي وانت نايم. حقيقي. لا هي صحتني عشان اروح الحمام. وقفت قدام التلفزيون فعلا، وكنت خلاص سينمائي خلاص هات التلفزيون، كنت هقطع الكهرباء عليكم والله. بس فصحتني في اخر لحظه. شخ على الفن يا علاء. انا عندي سؤال. تقولي كده او عندي حاجه. انا في احلامي دايما ببقى يعني لياقتي البدنيه في احلامي مختلفه تماما عن الحقيقه. انا في احلامي ممكن ابقى فروشه. انا بنط، انا مره واحده بلاقي نفسي بتسلق جبال، بمشي على سور. لو تفتكري بقى في الاول قال لك اللي بيحصل في الحلم غير اللي في الحقيقه بالظبط. عكسها تمام. ما شاء الله عليك. شفت بقى انا صح ازاي؟ انا دايما في حلم بيكرر معايا ان انا في البيت وفي حاجه بتخوفني، فانا بفتح باب البيت واطلع اجري على السلم، والسلم عندنا على الاسانسير عليه شبكه. فانا بمسك في الشبكه دي واقعد ايه اتسلقها، ان انا انط عليها بسرعه. فانا بجري كده ابقى في الشارع في لمحه. اوكي. في الحقيقه انا لو حاولت اعملها الشبكه هتقع بيا في الاسانسير. الشبكه نفسها مره هتقع. الكره لا العماره بتقول يا رب بحلم يا رب. لا فوقي. لا وفي حلم تاني ان انا برضو ببقى بهرب من حاجه في البيت عندي، واجيب الحبال اقطعها وانط على البتاع. انا ساكنه في الدور الثاني فنط على الدور اللي تحت. يا لهوي. اخر مره بجد افلام. اخر حلم بجد. اخر حلم ليا انا وقفت كده، رحت قلت ثانيه واحده، ما ده ما بيحصلش في الحقيقه يبقى اكيد مش هيحصل دلوقتي. والله العظيم ما عرفت انط. ايه ده؟ والله العظيم يعني عقلي اشتغل. فخلاص انسى بقى. خليهم ياكلوك. مش هتموت. مش شغلتي دماغك. والله العظيم. انا شفت مشهد زي ده حقيقي حصل من قريب كده. انت كنت عندهم في لا مش الدرجه دي، مش في الدقي خالص. لا والله من قريب كان في جيراننا، احنا يعني في قدامي عماره هي مش قريبه مني، هي بعيده شويه، بس انا شايف اللي بيحصل من البلكونه. ففي طفله صغيره تقريبا لا تتعدى 9 سنين 8 سنين حاجه زي كده، كانت متضايقه باين، عماله تفرك كده وتخبط ومش عارف ايه، فجاه لقيتها بتشد كده طرحه او قماش يعني كده طويل، وربطتها في واحده تانية، وراحت ربطها في السور ونزلتها. البنت في الدور الثاني. حلو. هي بنت صغننه وقلبوزه شويه كده ما شاء الله، فهي لو طلعت بره هتقع. ولقيت البنت فعلا بتحاول تطلع وطلعت رجلها بره وراحت راجعه عماله تزوم كده ومش عارف ايه. فانا عايز اجري حاجه عطاويه. انا فاشل بجد والله العظيم، اقسم بالله شفت المشهد اللي انت بتوصفيه ده بالظبط بالملي، اقسم بالله العظيم. كنت في قصه قال لك بنت وتختوخه وقال لك لا مش قصدي حاجه. لا هي كانت فراشه في الحلم. انا فراشه. لا تصلك سلوك وبتاع. انا بقول لك بجد انا بعمل حاجات. انا لما بصحى الصبح بفضل كده بص كده اللي هو طب ما تيجي نجرب.
نجرب يخرب بيتك انت لما عارف لما بطلع انشر الغسيل ومايل شويه انا بحس ان الصوره هيقع بيا يخرب بيتك انت فاهم سروري بقى ده مش لا يا ماما لا حلم وحقيقه. لا بجد الاحلام الى هنا غريبه. الى هنا خلاص. لا ما تهزرش. نورتنا والله يا قعود. ما تهزرش بقى. ياه دخيل الله الحاجات دي بتعدي بسرعه والحاجات دي دخيل الله ما جعل خير. دخيل الله ما جعل خير يا ابني. نورتنا يا قعود والله يعني شكرا على كل حاجه. تلبيه الطلب. ايوه شكرا على قبول طلب الصداقه. فنورتنا يا داليا. نورك حبيبي. اشرب الميه نورك ببلع الحلم. فإلى هنا لو عجبك الحلقة فاعمل لايك وشير والحاجات بتاعت السوشيال ميديا دي وسبسكرايب بقى وفعل زر الجرس عشان بقالنا كتير ما بنفعلوش. تقول ايه للناس اللي ما بتعملش ده علاء؟ اقول لهم عيب غطوها. ايوه بالظبط كده بغطوها. فلو ما عجبكش الحلقه عادي فمش لازم عادي في حلقات تانية ممكن تعجبك نزلت في حلقات تانية هتنزل ممكن تعجبك فخليك برضو اعمل سبسكرايب والحاجات دي ويلا سلام عليكم.